يعني قواعد استرشادية في دماغي وانا باخد اي قرارات. وتعالوا نبص على المبدأ الاول او البرنسبل رقم 1. اهلا بيكم. وبعد ما عدينا على الاربع مفاهيم اللي موجودين في الاجايل مانيفستو، تعالوا نبدا نشوف ال 12 برنسبل اللي ورا الاربع مفاهيم دول. بس الاول تعالوا نفتكر مع بعض كلمه برنسبلز يعني ايه. برنسبلز ببساطه يعني guidelines for decision making، يعني قواعد استرشاديه في دماغي وانا باخد اي قرار. وتعالوا نبص على المبدأ الأول أو البرنسبل رقم 1، وهو بيقول إن الأولوية عندنا البرايورتي وأهم حاجة عندنا هو الكاستمر ساتسفاكشن. فإحنا كل اللي بنعمله عشان نوصل للكاستمر ساتسفاكشن. فأفكارنا وشغلنا ومجهودنا وآرائنا والديزاينز بتاعتنا وكل حاجة عشان تصب في الحته دي ان احنا نحقق الكاستمر ساتسفاكشن. طيب دون ممكن يجي منين؟ ده ببساطه شديده بيجي من الايرلي اند كونتينيوس ديليفري للفاليبل برودكتس. يعني ايه الكلام دون؟ يعني ده بيجي من ان احنا ناخد وقت صغير في الاول ونبدا نورد للعميل بتاعنا، نبدا نسلم العميل بتاعنا أجزاء من الريزلت النهائي في المشروع، ولكن كل جزء منهم بيضيف قيمة، بيحلله جزء من المشكلة بتاعته، ونفضل شغالين كل حاجة تخلص نسلمها للكلاينت بتاعنا، وبالتالي نقدر بالصورة دي نحقق الكاستمر ساتسفاكشن. برنسبل نمبر 2 ببساطة شديدة we welcome changing in requirements، حتى لو متأخر في المشروع بتاعنا. بمعنى ايه؟ احنا ما عندناش مشكلة ان حضرتك تيجي تطلب تعديلة في الريكويرمنتس، فانت كان ليك متطلبات في المشروع وجاي دلوقتي تعدل المتطلبات دي، حلو، حتى لو الكلام ده متأخر احنا ما عندناش مشكلة. ولكن افتكروا ان احنا كنا حاطين شرط وقاعدة للجزء دون. الشرط والقاعدة هي ان التشينجز دي بتكون بتاد مور فاليو للبزنس بتاعنا، للكلاينت بتاعنا، للسوليوشن بتاعنا. دول كانوا برنسبل رقم 1 ورقم 2 من 12 برنسبل ورا الاربع مفاهيم في الاجايل مانيفستو.